كنا عارفين بلي كاينين بزاف د المشاكل اللي كتجي مع التقدم في السن، سواء نقص في السمع، نقص في الشوف، صعوبة الحركة والى غير ذلك. ولكن التغيرات اللي وقعت في المجتمع والتطور التكنولوجيا والصناعة خلات بلي ان هاد المشاكل اللي كانت سابقا كتجي غير عند الناس الكبار ولينا كنشوفوها حتى عند الناس الصغار، من شباب المراهقين. بين هاد المشاكل كاينه مشكل ديال النقص في السمع اللي يكون هو موضوع هاد الفيديو ديال اليوم. قبل ما نعرفوا شنو هو اللي ماشي عادي، نعرفوا نميزوا ونفهموا شنو هو العادي. كيفاش كنسمعوا، كيفاش كنفهموا الاصوات اللي كنسمعوها، الاصوات اللي دايره بينا. الاذن مقسمه لثلاث اقسام: الاذن الخارجيه، الاذن الوسطى، والاذن الداخليه. الاذن الخارجيه هي اللي كنعرفوها كاملين، هي متكونه من القناه كوندوي اوديتيف اكسترن، هي اللي مولفه بالجلد. الاذن الوسطى مفروقه على الاذن الخارجيه بالطبله ديال الاذن. الطبله ديال الاذن هي واحد الغشاء شفاف اللي كيفرق بين الاذن الخارجيه والاذن الداخليه. هو ملي كيقلبك الطبيب هو اللي كيشوفو بلوتوسكوب، هو اللي كيعرف منه واش كاين شي مشكل، واش مثقوب، واش كاين التهاب في الاذن، واش كاين شي تعفن. والاذن الوسطى اللي كتبدا من الطبله ديال الاذن فيها ثلاثه ديال العظيمات الصغار اللي هما اصغر عظيمات في جسم الانسان. والاذن الداخليه فيها ما يسمى بلاكوكلي، عندها شكل ديال الحلزون وفيها عصب السمع لو نيغوديتيف. كيفاش كنسمعوا؟ اصوات عباره عن امواج كتدخل الودن من قناه الاذن الخارجيه حتى كتوصل للطبله ديال الاذن. الطبله ديال الاذن كتفيبري وكتحرك معها هذوك العظيمات الصغار. العظيمات الصغار كتحول هاد الموجات لاكوكلي. لاكوكلي اللي قلنا عندها شكل حلزون عامره بسائل، وكاين في قاعها غشاء سميتو لا ممبران بازيلار، هو اللي فيه خلايا فوقهم شعيرات. الموجات الصوتيه ملي كتحرك وملي كدوز عبر هذوك العظيمات كيحركوا معاهم داك السائل اللي كاين وسط لاكوكلي، وداك السائل كيحرك معاه حتى دوك الشعيرات اللي كاينين فوق الخلايا. التغيير اللي كيوقع في الشعيرات كتثنى، وهذا التغيير كينتج عليه قنوات اللي كاينين فوق هاد الخلايا نيت كتحل. ملي كتدخل ليها مركبات كيميائيه هي اللي كتخلق اشارات كهربائيه اللي كتعبر العصب ديال السمع وكتوصل للدماغ، وهكا كنفهموا شنو واقع. دابا نشوفوا كيفاش كتاثر الاصوات المجهده على السمع. الاذن بصفه عامه راه عندها واحد الحمايه، راه كتحمي راسها من الاصوات المجهده. يعني ملي كتسمع اصوات مجهده بزاف اللي فايته واحد العتبه، جوج عضلات كيتجمعوا باش يحبسوا الصوت ما يوصلش، سميتهم تانسر تامباني و ستابيديوس. ولكن ماشي في البلاصه كاينه هاد الحمايه، كتجيب واحد التاخير ديال 100 حتى 200 ملي سكوند، لحقاش اذا كان واحد الصوت مفاجئ مجهد كاع ما كتكون هاد الحمايه. هاد الحمايه كيف ما قلنا عندها علاقه بعتبه ديال الاصوات المجهده اللي مديوره من طرف الودن. مع الوقت هاد الحمايه كتقل، لان هاد العتبه كتغير مع الاصوات المجهده بصفه مؤقته وكترجع كما كانت لحالتها العاديه مورا بضع ساعات ولا بضع ايام. داكشي اللي كتحس به ملي كتجي من حفله ولا من عرسيه كيكون تغيير في السمع عندك، هي كتبقى تحس بواحد التصفار ودغيا كيمشي. ولكن هذا التغير المؤقت مع الوقت مع التعرض للاصوات المجهده كيولي تغير دائم. يعني يقدر مثلا واحد كيمر حفله يحس بالتصفار ويدغيا يمشي، المره الجايه يحس بالتصفار دغيا يمشي، واحد النهار التصفار يجيه وما غاديش يمشي. وهذا التغير دائم كيكون بسبب فقدان الشعيرات اللي كاينين فوق هذوك الخلايا اللي هضرنا عليهم، وحتى بسبب تاثير في اعصاب السمع. ومشاكل السمع كتبدا في الاول في صعوبه في فهم محادثه في شي مكان فيه الصداع، ومن بعد عاد كدوز مع الوقت. المشكل انك تسمع وتفهم الناس في بلاصه ساكته، ومن غيرها كيكون مشكل في التصفار ديال الودن، تصفار مستمر مزعج. الناس اللي عايشين معاه يقدروا يقولوا لك باللي توحشوا السكات، حيت كيكونوا كيسمعوه حتى في الليل النهار طول الوقت. ولكن كيفاش نعرفوا الصوت المجهد من الصوت اللي ماشي مجهد؟ شدة الصوت كتعبر بالديسيبل. بصفة عامة الصوت اللي كيكون مضر للودن هو باش كيفوت 70 حتى 75 ديسيبل، ابتداء من 80 ديسيبل كيقول لك يدير اضرار. ولكن الضرر ديال الصوت متعلق بالمده وبالشده، بجوج بيهم. يعني بحال مجهد بزاف لمده قصيره، بحال مجهد شويه مده طويله، بجوجهم عندهم اضرار. داكشي علاش خصنا في نهارنا نردوا بالنا الاصوات اللي كنتعرضوا ليها.
وكاين اللي غادي يقول لي مثلا باقي دابا ما كنحس بوالو، شحال وانا كندير لي زيات وكتعجبني موسيقى مجهده، اصوات مجهده، مازال ما كنحس بوالو. ولكن اخويا راك ما غادي تحس بوالو في الاول، ما تبدا تحس غادي يكون اللي عطا الله عطاه. واصلا ما عندهاش علاقه بالاحساس في المدى القريب، هو عنده علاقه بالمدى البعيد. يعني في بلاصه ما يمشي السمع يبدا يقلال على 80 عام، يمشي السمع على 60 عام. هادشي ما غادي يبين لك شده الاصوات اللي كنسمعوها في اليوم ديالنا. وشنو نقدروا نديرو باش نتفاداو هادشي؟ الوقايه خير من العلاج، ولكن في هاد الحاله الوقايه هي العلاج، من حيث ما كاينش علاج فعال لهذا النوع من فقدان السمع. عارفه ماشي سهل، من حيث نهارنا ولاو بزاف الصداع، الطوموبيلات اللي حدا الشارع الى غير ذلك، ولكن نحاولوا شحال ما قدينا. كاينين بزاف لي زابليكاسيون في التليفون اللي كيعبروا شده ديال الصوت بالديسيبل. هادشي ما هذا غادي يبين لك كل شده ديال الديسيبل وشحال تقدر تسمع ليها. اذا قدرتي تتفادى ما تعرضش بزاف الاصوات المجهده مثلا الحفلات، فداك ما كنتيش تقدر تشري سدادة الاذن تبقى تسد ودنيك ما تمشي مثلا دوك البلايص. واذا كانت الخدمه ديالك محتمه عليك في الاوقات اللي ما عندكش الخدمه ريح ودنيك. واذا ما كنتيش كاع باغي تعبر الاصوات، كنتي في شي بلاصه واحد حداك بمترو، خصك تغوت باش يسمعك، وخصو يغوت باش انت تسمعو، عارف باللي الصوت مجهد بزاف وخصو يتنقص. واذا بديتي كتحس بمشاكل في السمع، مثلا ما كتسمعش مزيان ملي كيكون الصداع، ولا بديتي كتحس بالتصفر، كنصحك تمشي تستشير الطبيب ديالك. وهذا ما كان. تهلا.